السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم حلقة جميلة جدا على السطوح. هنشوي وهنقلي وهنعمل كابوريا وهنعمل رز صيادية وهنعمل سلطة. بصوا احنا طالعين بالكراكيب بتاعتنا. رز بصل يا مولى. هنعمل هو رز صيادية، هو اسمه رز صيادية. طيب. خالتي قالت لي انا عايزة اكل سمك بس من على الكانون. صراحة أنا تعبت منها وأقسم بالله العظيم. عايزة تاكل لو إيه ومطلعاني البطن. خنزيرة كلها دي. بصوا حبايبي، ده الحاجات بتاعتنا او الكانون اهوت اللي احنا هنعمل عليه. حتى راس ان شاء الله وهصب يا جماعه، مش تستعجل ان شاء الله. جايبه له حطت الصاج، ظبطت الصاج السمك هناك، والعين التانية او الناحيه التانية هنعمل عليها الرز الصياديه. تمام. وان شاء الله على الشعله احنا جبنا الانبوبه، ركبنا لسه مركبين انبوبه من امبارح. هنعمل هنا هنقلي السمك وهنعمل الكابوريا. تمام. بصوا بقى الكركبه قدامنا قد ايه، يا نهار ابيض علينا والله العظيم. انت اللي عايزه كده؟ لا وحياه ربنا. ما انا يعني انا وانتي يعني ما اتخرجناش النهارده متهيألي. بصوا معانا دي حاجات السلطه كلها مغسوله الا الجزر لسه خالتي جايباه. والله ب 10 جنيه يا جماعه الجزر ده، يخرب بيته. جايبين الملح والهون في الثوم والفلفل اللي هندقه والرده بتاعتنا والولاعه. بصوا حبايبي، وده الرز، وهنا الحله اللي هنعمل فيها الرز. حاجات كتير جنبنا كده واحنا قاعدين على السطح فوق. اول مره عزوه كده، اول مره نعمل سمك على الكانون، والرز هنعمله على الكانون. والله خالتي عجبها الفيديو بتاع المحشي وطعم المحشي. صراحه احنا كلنا كنا جعانين صراحه. المحشي كان حلو وسخن والحله متحمره يا جماعه زي فل الفل. فاحنا حبينا نكرر لكم الفكره دي تاني بس بشكل مختلف. هنعمله في السمك، يا رب يعجبكم زي ما حلقه المحشي عجبتكم. لو عجبكم فيديو السمك يا حبايبي ممكن نكررها لكم تاني في اكلات تانية كتير. بس انتوا قولوا لنا رايكم في الكومنتات وما تنسوناش باللايك. بس مالكيش راي انت يا مولا؟ رايي في ايه؟ في السمك؟ ما لسه ما دوقتش السمك على الكانون اصلا ولا شفته، وانا لسه هدوقه منك. ما كنتش بتدوقيه عند امك يا مولا على الكانون؟ والله ما فاكره، انا كنت صغيره، انا متجوزه لسه فرفوره. مش حال عليك كان الادب ولا ايه؟ لا كنا بنعمل على البوتاجاز يا ستي. لا والله. والفرن ليه؟ فرن ايه؟ الفرن الصاج ده اللي بنحمل فيه. يا اختي لسه هتيتها هناك بتشوي سمك فيه. لا بس مش الكانون دوت. لا يا ست، ايوه اللي هو الصغير. بس مش كانون. لا ما اعرفش اسمه ايه بس هو مش كانون. الصاج. طيب دلوقتي بقى ايه ان شاء الله. بصوا معلش بقى ايه احنا عمالنا نشب الدبان وهنبدا بقى نقول بسم الله. وخالتي هتبدا تولع هناك الفحم والخشب في الشكاره هناك اهو. فاحنا هنبدا نولع معاكم وبعد كده هنرجع علشان نبدا نشوي ونعمل الرز معاكم. ومعلش يا حبايبي نسيت اقول لكم على السمك اللي احنا والمصحف نسيت. بعد ما قفلنا قلت خالتي نسيت اقول لهم على السمك اللي احنا جايبينه. جبنا كابوريا. تمام. والكيلو ب 40 جنيه لان ده نتايه. بصوا يا حبايبي 50. بصوا هي بتتعرف النتايه من الذكر ازاي. بصوا ده الشكل ده بيكون عريض كده، بيكون نتايه. الرفيع بيكون والله كان ماسك على 50 يا جماعه. من هنا لهنا خلصتها ب 40. خالتي اللي راحت جابت السمك. انا اللي جايبه. والسمكيه الكبيره دي احنا جايبينه للقليه. جبنا كيلو يعني ده ب 30. والتاني ب 20. والسهليه دي امسكها كده ب 60 والله. ده ما فيهاش فصال. بس دي سهليه القنال. احنا كنا جايبين كيلو بس صراحه حمايه اتغدى من بدري لان احنا دلوقتي الحاج مش بيستنى يعني. فضلنا الظهر يقول يلا هاتوا لي اتغدى. هو اتغدى ونام عشان كده احنا اتسحبنا زي الحراميه وطلعنا على السلالم. دي خنزيره يا جماعه. هي بطنها مش قد كده يعني، هي جايه واحده ولا اتنين فيها. اتنين مع اتنين. هي دي الخنزيره دي. وجبنا سمكيه صغيره اهي ب 20. دي اللي جبنا نص كيلو منها ب 10 جنيه. دي ب 20 الكيلو. زي ما قلت لكم احنا كنا جايبين السهليه دي كيلو بس صراحه احنا انا شويت لها الحمايه. لا حلوه بالامان. واكل ونام. تمام. الثانيه الخنزيره اهي. الثانيه اهي. فصراحه ما انا بقول لكم احنا طلعنا زي الحراميه على السلم زي ما نكون بنسرق قبل ما يصحوا اللي نايمين. قبل ما يصحى. دلوقتي بقى ايه هبدا ادق هنا الثوم والفلفل علشان احشي بطن السمك المقلي. هاتي لو سمحت معايا طبعا كزبره، شطه، فلفل اسمر، كمون. ده كلها بهارات للسمك انا بعملها. تمام اهو. وهندق بقى الخلطه دي كلها. وطبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين بقى ايه بدأنا نشوي في السمك. نرص السمك على الصاج كده. بس خالتي حلفت عليا ما هي طبخه الرز على الكانون لان قالت لي
انا مش طبخه لك رز. كفايه عليه السمك وعلى الرز. انا بقى معلش هطبخ هناك الرز واقلي السمك جنبها، يعني احنا اتعزلنا بس احنا جنب بعض واحنا قاعدين. عليه السمك انا يا جماعه. بصوا زي ما انتم شايفين خالتي بقى رصت السمك، ربنا يستر ما يطلع لناش ايه فحمايه. امال ايه العصايه في ده اهي. انا ماشيه من جنبك خالص. امشي كده مش تخليني يعني خليني اخلص كده. وبصوا بقى ايه الرز بتاعي انا حطيته على النار ولعت تحته اهو. اما اجيب المعلقه بتاعتي وانا قاعده هنا هصور لكم من على بعد عشان انا ما كنتش قادره. انا بعمل رز بقى صياديه، لازم نحمر البصلايه نخليها لونها بني غامق مش فاتح. وطبعا انا حطيت هنا كمان السمك المقلي في الطاسه بعد ما الزيت سخن. انا طبعا حشيت بطنه بالثوم والفلفل وشويه كزبره زي ما قلت لكم كده ودقيته كويس وحطيته في الزيت اهو. ومعانا هنا البصل لسه على العين التانية. هوريكم بقى ايه السمك بتاع خالتي من وانا قاعده هنا، انا مش هروح لها هناك خالص. اوعي ولا اشوفك النهارده. بصوا يا حبايبي اهو شكل السمك هناك اهو. ومحدش يبعت لي ويقول لي محدش يقول لي انت ليه ما رحتيش الناحيه الثانيه، احنا اتعزلنا وما عدتش بكلمك. معلش انا مش مكلمه انا. طب معلش انا حاجه اصور الحته دي وخلاص. لا ما تجيش. امال ايه؟ لا اصل شكله حلو. لا معلش خليها عليك المره دي. ارجعي ده شكله حلو. اهو شكل السمك بتاعها حماتي يا نين دلوعه عليا اهو. امال ايه؟ ارجعي ورا لو سمحتي. طبعا انا مش قادره اقرب صراحه عشان انا مش عينيا تعبانه، فانا هرجع تاني مكاني اوضتي وبيتي وشقتي. هات يا محمد الطبق ده كان يا محمد عشان اطلع السمك اهو. تمام كده. والله العظيم احنا بنتعب لما بطلع، لان انا صراحه انا ساكنه في الدور الثالث او شقتي في الدور الثالث يا حبايبي، ولما بطلع الدور الخامس طبعا الايه. ليه امال انا طالعه من الاول ليه؟ لا انت ما عملتيش حاجه، انا اللي شايله كل حاجه. لا انتوا الاثنين ما شفتوش حاجه، والله العظيم انا اللي شايل كل حاجه. محمد ابني ده صراحه محمد هو اللي شايل كل حاجه، بيطلع كده واحده واحده بيتسلى معانا. الله يخليك يا رب. علشان ايه صراحه بنتعب لما بنكون طالعين الخامس. والسمك المقلي اهو الطاسه دي اتحرقت مني زي ما قلت لكم من الشعله، بس الحمد لله احنا ظبطنا الشعله وخليناها ايه اهدى شويه. وطبعا خالتي بدات تطلع في السمك اهي. بصوا اهي من هنا كده وبنحط في الصينيه. انا ما انا قلت لكم انا اتعزلت وما كنتش بكلمها خالص. عندك لو سمحت. وانا مش هاكل من السمك بتاع اللي هي بتشويه ده، مش عاجبني. انا هاكل السمك المقلي بتاعي. يا لهوي البصل اتحرق. مصلحه بس كان ظرفت يعني يا شماتة قبل زازة فيا. معلش يا عطيات. وتحسوا ان احنا قاعدين في فرح. كل واحد على الشغل. يا نهار ابيض علينا يا ولاد، ربنا يسترها. بس طبعا هقلب السمك هنشوف كده بسم الله اهو. انا معرفش قدامكم في الكاميرا بيكون شكله عامل ازاي، انما هو لونه احمر معانا وبقى زي الفل. تمام. اول ما يتقلي من الناحيه الثانيه انا اوريهم كده على بطن النار كده لما بيزيد عندي على السمك. ماشي حاضر. خالتي بتقول لكم النار لما بتكون طالعه وعاليه جامد بتروح ايه مطفياها عاملاها كده بشويه ميه. في الاول كده النار بس ادانها جوه في الايه في المقاده او القانون او اي حاجه كده. انت بتنادي عليا ليه؟ انت ما قلتيش ما تناديش عليا. معلش نسيت. احنا كنا متخاصمين صح. اهو قرب البصل يتحمر معانا. اول ما يتحمر هنزل بكميه ميه علشان مش هعرف وانا ماسكه الكاميرا احط الميه. وطبعا احنا جبنا كميه من الطباق او شويه طباق اهم علشان ان شاء الله السمك لما يتقلي وكده نطلع السمك ونرصه في الطباق دي. طبعا هو ده لون البصل اللي انا عايزاه بالظبط. دلوقتي بقى هكب الميه عليه وزي ما انتم شايفين كده اهو ده شكل السمك. خالتي لسه بتطلع فيه. انا بس بوريك ما تجيبيش الكاميرا هنا. مش بنكلم بعض. فبص مش تجيبي سيرتي ولا تكلميني. اهو ده شكل السمك. السمك بس السمك بتاع خالتي. لا ما تقوليش خالتي. وانا طبعا طلعت السمك بتاعي اهو. سمك احلى من سمك. ورشيت عليه ان شاء الله شويه من الكزبره والفلفل الاسمر والكمون والبهارات اللي انا عاملاها. دلوقتي بقى هنقله في طبق تاني علشان اطلع في نفس الطبق دوت السمك اللي في الطاسه. وطبعا يا حبايبي اهو بصوا ده شكل الرز دلوقتي بدأ يغلي معانا خلاص هيبدأ يتشرب. اول ما يتشرب هنوطي عليه ونسيبه لغايه ما يستوي. هاخده عندي امال مش هخليكي تطبخي لي حاجه. هاخد الرز عندي على القانون. لا مش هتوكليني على اسفه.
هي عايزه تكمل سوى الرز على الكانون. ايه لا 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 لا, لا. انسي يعني ايه؟ انسي يا حاجه. طب الحرجه عندك عادي، بس خلي كده. النار تلسعك كده. دلوقتي بقى ايه هعمل انا الكابوريا عشان اكل انا واتغدى لوحدي. والله ما تقدري. اول بس ما الرز يتشرب حوطت عليه. ليه اتغدى لوحدي؟ ريح الكابوريا. بتقولي ده انا موتك ريحه الكابوريا. وده السمك التاني ما تلطنيش ولا تيجي عندي، انا اهو بشوي براحتي. بدأنا نشوي في السمك اللي هو ايه الشبار او المشط. تمام. وزي ما قلت لكم التاني خالتي بتطلعه وبترش عليه الخلطه اللي احنا عملناها، الملح والكزبره والكمون، وبتعصر ليمون. وده السمك الشبار يا حبايبي اهو. تمام. دلوقتي بقى هنعمل معاكم الكابوريا ونغرف معاكم الاكل على طول بعدها. طبعا خالتي خلصت السمك السهليه. دلوقتي بقى ايه هرصه في الطباق. هوريكم السمك المقلي بعد ما رصيته برضو اهو. ده السمك المقلي 2 اهم و2 كمان. معلش هي الحته يعني ايه مكركبه، بس اكيد هنظبطها يعني ساعه الاكل. احنا ايه بنعمل لكم كده يعني حاجه كده زي ما نقول كده يعني ايه بنعيش عيشه الفلاحين شويه. بنفتكر زمان. مش هكلمك تاني يعني مش مصوراك. هشيل السمك وانزل تحت واخليك تجري ورايا على السلم. ما احنا طالعين زي الحراميه على السلم دلوقتي عشان ما حد. انزل بالسمك، مش عايزه الرز اهو. انت شلت الرز ليه؟ والرز طبعا والله شكل البتاع طفت ولا ايه؟ الرز مش استوى لسه ما استويش. طب ما اللي بتغير؟ احنا بنرص السمك بس برص السمك. وطبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين دي شكل الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنحطها فين بقى في الكابوريا. توم، بصل، جزر، طماطم. تمام كده. وهنوريكم بقى الميه اهي. انا حطيت ميه في الحله وهستنى بس اول ما الميه تغلي هنزل بالحاجات دي معاها البهارات، وبعدين اول ما تاخد غلوه اسقط فيها الكابوريا على طول. وطبعا الرز بتاعنا استوى قدامكم خلاص كده يعني استوى يعني تمام. هنغطي عليه ونسيبه لغايه ما نخلص الكابوريا، وبعد كده ايه هنقول لكم هنعمل ايه. ودلوقتي بقى يا حبايبي انا نزلت في الحله بقى كل الحاجات اللي انا عملتها، اللي انا يعني البصل والثوم والبهارات، فلفل اسمر وكمون وملح، وخلاص كده. دلوقتي بقى هسقط بقى ايه الكابوريا في الحله. هنزل كده الكابوريا في الحله. وطبعا بعد ما حطينا الكابوريا خلاص كده هنسيبها بقى لغايه ما ايه تاخد حوالي 5 دقايق تختلط مع بعضها، والكابوريا تنزل البهاريز اللي فيها او الحاجات اللي جواها دي. تمام. عشان تخلي الشوربه طعمها حلو وتتنكه معانا وتتظبط معانا. هنسيبها بقى تغلي كده غلوتين حوالي 5 دقايق. الشوربه بتاعتها شويه. معلش التليفون فصل لوحده يا حبايبي. الشوربه بدات تغلي معانا. خالتي بتقولي الشوربه بتاعته شويه، بس انا بقول لها الشوربه حلوه كده. نشرب حبه شوربه. لا كلي سلطه انت. ليه وانا جايبه لك السمك ولا ايه؟ الله الله جميله. طب ما تشربيش وانا قاعده. في واحده بتشرب قدام حماتها. يا لما لا اشرب. ايه انت قولي خدي يا خالتي الاول دوقي. بصوا خالتي خلاص خلصت هناك انا اهو. مستنيه الاكل يا جماعه والله. وبصوا حبايبي احنا رصينا الاكل قاعدين كمان زي العرب قدامكم. كده. يا رب بس ايه ما يعني ايه لو شفتوا مثلا زلطايه طبايه ما اعرفش ايه ما تقولوش الدنيا كانت مكركبه. معلش احنا انتوا حبيتوا الحلقه بتاعه المحشي واحنا حبينا نكررها لكم تاني. والله هي جبنا مروحه بس ما فيش كهرباء هنا اهو. تمام. وطبعا دوت البتاع اللي انا بعمل فيها الرده، ودي الطباق اللي انا هنزل بيها دلوقتي علشان اشيل شويه من الكركبه دي. وبعد كده ايه هجيب برضو طباق تاني من اللي هي عشان الرز والسلطه والحاجات دي. لسه حله ايه اللي ناكل فيها. ما تنزلي تجيبي الطباق هات الحله. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده احنا خلصنا معاكم الرز، ودي شكل الكابوريا بعد ما اتطبخت. هي بيكون شكلها كده. تمام. دلوقتي بقى ايه هنغرف معاكم الاكل عشان ناكل معاكم انا وخالتي. انا مش اكله معاك. ما انا بقول كده برضو. مين قال لك انا هاكل معاك؟ استنى ادوق الشوربه. لا ما ندوقيش. لا مظبوطه ظبطت اسود. والله يا مولاي. ودلوقتي يا حبايبي خلاص خلصنا معاكم الغدا بتاعنا. كان والله الحلقه سهله وسريعه جدا جدا. انا كنت شايله همها لما طلعنا، بس الحمد لله رب العالمين الحلقه كانت حلوه وسريعه. جميله جميله والله. بصوا بقى ده الرز اللي هو الصياديه، طبقين اهم. مستعجله. ودي الكابوريا. خرج الساعه لا 4 ولا 5. الشوربه في الكابوريا.
فين الشرب؟ في الكابوريا. طب الطباق نعمل إيه؟ متبهدله، ممكن ده يكون كمون، كزبره ناشفه، الحاجات اللي بتقع من هنا. وطبعا عملنا طبقين او 3 من السلطه اهم. لا بس حلو يا جماعه والله. وعملت ميه السمك، تسلم ايديك والله جميله. ومعانا السمك المشوي اللي خالتي شوته متاكليش على منه. الكانون، مش اكله، متاكليش. والمقل اللي انا قليته مش ابوك. ما تاكليش منه، ناقص طبق سمك هاكل على رز فكره. بس. طبق انسرق السمك ولا ايه؟ لا خلاص لقيته اهو. وهي دي كانت حلقه السمك بتاعتنا النهارده. احنا هناكل معاكم. جميل والله. تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا يانا. والله جميل جميل. تسلم تعالوا بقى إيديكم. اتغدوا معانا وندوق كده، نقول بسم الله وندوق السمك. انا اكل الاول. وجبنا المعالق اهي. والله العيال مش هنا، انا بس وام علام انا مخصمه بس يلا. حلوه، انا مخصمها بس يلا. انا مسامح يا كريم يا جماعه. لا وحاطين ايه صراحه، احنا ممكن نحط الكميه دي كلها حبايبي عشان التصوير، انما يعني هناكل ده كله؟ لا طبعا مش هناكل ده كله، بس عشان يعني ايه شكل اللي هو ايه الفيديو كده من اوله يكون شكله حلو يعني. مية تمام؟ السمك ده حلو يا جماعه. انا دايما بعمل ميه السمك بتوم وفلفل، بدقهم مع جميله بعض والله بالامانه. واقطع فيها طماطميه وادقها معاهم، لا وبعد حلو. كده بنزل بقى بليمون هتغنى عن السلطه دي. انا بحبها مع السمك. تمام. لا بس اذا بقى حلو عجبتكم والله. الحلقه بتاعتنا النهارده، لو عملتوا لنا لايك والحلقه كانت كويسه، هنعمل لكم الحلقه دي تاني وتالت ورابع لغايه ما تزهقوا من حلقه السطوح لحد أو ما تزهقوا الكانون. من السمك من السمك. يلا مع الف سلامه يا حبايبي، مع السلامه. مع السلامه يا حبايبي، مع الف سلامه.